السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في تلات حميم لازم تعملهم هم اللايك والشير واشتراك في القناه، طبعا فعل جرس الزبات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا انزله. وبالاختصار الشديد ومفيد نتكلم عن القناه بتاعتنا، وهي بتتكلم عن السمارت ووتشز عامه بكل حاجه، بالنسبه للقطع غيار، بالنسبه للريفيو، بالنسبه للاسعار، بالنسبه كمان لو انت عايز تركب مثلا سكرينه، عايز تجيب كفر، عايز تجيب حاجه مش موجوده، بالنسبه برضو للبرامج بتاعتها اللي هي بتشغل الساعه. فعندك طبعا كل ده موجود عندنا في القناه، انت ممكن تتفرج عليها. وطبعا لو انت لسه ما اشتريتش سمارت ووتش فالاحسن ان انت تتفرج على فيديو للسمارت ووتش بالامكانيات وبالسعر اللي انت محتاجه، عشان ما تشتريش ساعه وفي الاخر تطلع مش نفس الامكانيات، او ان انت اشتريتها على الفاضي وما طلعتش بالحاجات اللي انت محتاجها ويكون سعرها عالي. ومن غير كلام كتير كده نتكلم عن الفيديو بتاعنا النهارده، وهو بيتكلم عن برنامج بيشغل معظم الساعات او بساعات كتيره جدا، اديله اكتر من 5 سنين، وهو برنامج فيت برو. فطبعا في ناس كتير جدا لقيت او في مشاكل كتيره جدا وقفت قدام ناس، فانا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البرنامج ده ونشوف الامكانيات او بنشوف المشاكل اللي ممكن تواجهك هي ايه، او هجيب لك الخلاصه بالبلدي كده. وطبعا هنعمل على ساعه اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، اللي هي ال AE2 Ultra 2، عملنا ريفيو عنها في الفيديو اللي فات، فطبعا لو انت عايز تتفرج عليها هتلاقيه في علامه الاي اللي هنا او اللي هنا. اول حاجه طبعا هنجيب التليفون بتاعنا اللي هنعمل عليه الاقتران بالنسبه للسمارت ووتش. طبعا نفتح كده الاول وثواني نسجل الشاشه. تمام. اول حاجه لازم تعملها بقى وهو ان يكون في عندك نت هنا، واي فاي بقى ماشي، داتا شغال. طبعا تاني حاجه هتعملها وهو ان انت هتفتح الموقع وهتفتح البلوتوث بتاعك عشان يشتغل مع السمارت ووتش بتاعتك. فنيجي كده بقى على البرنامج نفسه اللي هو فيت برو اللي قدامك ده. فبرنامج طبعا انا عملت فيديوهات كتير عنه قبل كده، لو انت ما اتفرجتش عليها فممكن تتفرج عليها برده، موجوده عندنا في القناه. فطبعا اول ما بتفتح كده بيقول لك فوق زي ما انت شايف كده تم قطع الاتصال. تمام. اللي هو بدايه القصيده كفر، بيقول لك صاحبي انت قطعت الاتصال. انا لسه ما عملتش حاجه اصلا، لان اول مره ادخل على البرنامج، فكتير بيبعت لي يقول لي هو تم قطع الاتصال. هو بيقول كده، هو حافظ مش فاهم، بيقول لي اول ما تخش يقول لك خد الكلمتين دول. فطبعا اول حاجه هتروح عليها هي كلمه تعيين اللي قدامك دي. هذه عندك هنا كده طبعا في ربط الاجهزه، هتدوس عليها دوسه واحده كده. هنا هيبحثك طبعا عن الساعات اللي موجوده او الحاجه القريبه منه، هي الالترا 2 اللي هي الساعه بتاعتنا. مجرد ما تدوس عليها طبعا اتصال قاعده البلوتوث وظبط الوقت واعداد ملف تعريف المستخدم واعدادات الهدف. فهو طبعا هو هيشغل نفسه بنفسه كده، هيقول لك ايه اهو فوق كتب كلمه متصل. خلاص اول حاجه انهاء الانهاء طبعا كده انهى كل حاجه. عندك هنا اسم الساعه موجود فوق اهو، والساعه نورت. هنا الساعه بتتظبط لوحدها من غير ما تظبط اي حاجه. بالنسبه بقى لان انت لو عايز تعملها 12 مش 24، فالموضوع لسه لحد دلوقتي ملوش اي حل. انت المفروض ان انت تتعود بقى على عقارب وخلاص، فشغلها عقارب. نيجي على اول حاجه بالابلكيشن موجوده قدامك وهي تذكير الجلوس. فطبعا انت بتقفلها او بتفتحها زي ما انت عايز وتعمل التايمر اللي انت محتاجه. في عندك المنبهات، وهنا طبعا انت بتضيف زي ما انت عايز 3 او 4 او 5، متاح معاك كل ده. طبعا كلمه اكتشاف او مجرد ما تدوس عليها كده بيعمل فايبريشن في الساعه، والعكس لو انت برضو عايز تدور على التليفون بتاعك ممكن تدور عليه. تمام كده. انا التليفون معايا والسمارت ووتش معايا. طبعا كلمه التقاط الصور عن بعد. هنا السمارت ووتش ما فيهاش كاميرا، انا بقول ده الكلام ده دايما كتير، معلش استحملني. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان في ناس كتير مفكره ان السمارت ووتش نفسها في كاميرا، يعني الساعه ما فيهاش اي كاميرا، هي هنا بتشغل كاميرا التليفون بتاعك بس. نيجي بقى لثالث خانه وهي خانه الاشعارات. وهنا طبعا في اشعارات كتيره جدا انت ممكن تفتحها بحيث ان هي تجيلك على السمارت ووتش. وفي عندك بقى هنا ميزه يعني ايه بيحلو حبتين، ويقول لك التطبيقات التاليه غير مدعومه من قبل بعض الاساور. يعني في ساعات كتير جدا ما فيهاش الحوار ده انت دبانه رخمه صحيح. السلام عليكم. ثلاجه فيها ميه حلانه جعان. في عندك مثلا حاجات كتيره جدا زي سناب شات، التيك توك، التليجرام، في شويه ابلكيشنز كده احنا ما بنستخدمهمش اصلا. فانت لو عايز تفتح برضو اشعارات الحاجات دي فانت بتفتحها عادي. نرجع لورا كده وعندك جهات الاتصال المفضله، وهنا انت بتضيف الجهات اللي انت عايزها عشان لما حد يرن عليك او اللي انت مسجلهم هنا يظهر عند الاسم على الساعه بتاعتك. وطبعا انت لو عايز ترن عليهم برضو بيكونوا متسجلين على الساعه. فنرجع لورا كده وعندك طبعا اهم حاجه وهي طلب الاعدادات. دي بقى اللي فيها الشغل كله، ان انت لو عايز تحط صورتك على خلفيه على السمارت ووتش فانت تفتح الخانه دي. طبعا هي بس محتاجه نت كويس عشان تشتغل معاك. فمثلا هي فتحت معاك كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. انا بس هصبر على حبتين لحد ما تحمل.
فعندك طبعا في خلفيات كتير جدا زي ما انت عايز، وكل الخلفيات دي مجاني. فهندوس مثلا على اي خلفيه من الخلفيات. هنا عندك قم بتغيير كورس الخلفيه، مجرد ما تدوس عليه هيوديك على طول على الخلفيات او الصور اللي عندك. فانا مثلا هنحط صوره او هنحط الصوره دي مثلا، فتمام هندوس موافق. فهتلاقي طبعا الصوره عندك اتحملت وبانت فوق، بس ثواني عشان ايه زي ما قلت لكم النت بتاعي بعافيه حبتين. فعندك هنا طبعا في الحاجات اللي تحت دي زي ما انت شايف كده، هنا موقع التاريخ والوقت، انت عايز تخليهم فين انت بتختار زي ما انت عايز. وطبعا هنا بيقول لي الخلفيه معلش خلفيتك حجمها كبير، فنيجي هنا كده نخلي مثلا جوده الصوره دي، فنيجي نحملها كده نشوف الكلام بيقول ايه. معلش استنى شويه عشان زي ما قلت لكم النت، لا هنا حملت خلاص اهي موجوده قدامك. وطبعا زي ما انت عايز تغير بقى مكان التاريخ والوقت بتغير معاك. وطبعا كورس متزامن تقول له فهمت. فهنا خلاص هو شغال ترقيه. وطبعا بالنسبه للسمارت ووتش فهي تلاقيها اصلا بتحمل زي ما انت شايف كده، فهنسيبها شويه لمده دقيقه او دقيقتين مش اكتر. هنا خلاص حملت خلاص، وقال لك ان انت الصوره بتاعتك بقت خلفيه وموجوده قدامك اهي زي ما انت شايفها طبعا، بس بتكون مبكسله شويه شويتين 3 4، لان طبعا كل ده على حسب امكانيات الساعه نفسها هي بتشتغل ازاي. نرجع لورا كده، في عندك طبعا اعاده ضبط الجهاز، ودي كلمه نزع. واخر دي لو دوسنا عليها كده هي تقريبا ما فيهاش الا حاجه واحده بس، اللي هي اعدادات الاهتزاز عشان الساعه بتاعتك تكون شغاله بتتهز او لا. في عندك ترقيه الاوتو اي، وفي عندك اعدادات الخلفيه، ودي حاجه بصراحه انا مش فاهم هو عايز ايه منها، لان انا حاولت اعرف معظم الحاجات دي، بس طبعا بتعوز اذن منك ان انت تدخل على الاعدادات وتدي البرنامج ده كل الصلاحيات اللي هو عايزها. فانا بصراحه ما بعملش كده. فعندك كلمة خطوة، وهنا الحاجات اللي انت بتستخدمها او الحرق، الجري، المسافة، التقييم الصحي، الحاجات دي كلها موجودة عندك هنا. فعندك كلمة حركة برضو هنا في شوية برامج انت ممكن تشتغل عليها، وزي ما انت عايز تجري مثلا مسافة، عايز تحرق كالوري، كل الحاجات دي برضو موجودة. فهي سمارت ووتش عامة حسب مكان امكانياتها ايه، فهي بتشتغل معاك عادي. فعندك كلمة شخص هنا طبعا دي البيانات بتاعتك انت عايز تعملها بقى اسم، تسجل الطول والوزن، ودي حاجات برضو مهمة بالنسبة للحاجات القياسية والرياضية، فبتفرق معاك شوية. وبس مفيش حاجة تاني كده بالنسبة للبرنامج. انا مش عارف بقى ايه الصعب معاك، يعني انا مش فاهم ايه الصعب بصراحة. انا جبت لك ساعة وخلاص، فقلنا نعمل عليها كده الريفيو او نعمل عنها الفيديو ده. فانا بصراحه عملت كل حاجه ومفيش حاجه تاني ممكن نتكلم عنها. طبعا لو وصلت هنا ما تنساش تعمل لايك، وعشان اللايك بيحمس الواحد شويتين كده، بيخليه ان هو ينزل فيديوهات تاني. وطبعا لو عندك اي مشكله بالنسبه للبرنامج ده او بالنسبه للساعه، فاكتبها لي في التعليقات هنا، او عندك طبعا لينك الواتساب، الفيسبوك، الانستجرام، ممكن تبعت لي على اي واحد فيهم. واهم حاجه لو انت مش مشترك في القناه فيا ريت تشترك في القناه. وفي هنا بقى حبه اعلان كده، اعلان صغير كده انا عامله، اعلان اللي هو ايه بقى، مالكش دعوه بدي خالص، مش تبع الاعلان. ان انا هعمل قناه جديده لسه بشغل الدنيا فيها، وطبعا هي ما فيهاش اي فيديوهات دلوقتي، لسه هنزل فيديو ممكن بكره او بعده بنتكلم عن الجيم. اي حاجه بقى بالنسبه للجيم، بالنسبه للتغذيه، بالنسبه للتمارين، بالنسبه للسبلمنتس والحاجات اللي هي الايه، كل الشباب اللي متحمس انه يروح الجيم، فكل ده متاح معاك ان شاء الله. هنعمل شويه شغل جامدين، فكل المهتم فعندك لينك في الديسكريبشن او اسم القناه الكينج، او نفس الاشاره اللي انت شايفها ورا دي كلمه الكينج اللي ورا دي، فالدنيا تبقى حلوه يعني. فيا ريت ان انت تشترك في القناه هناك، ولو اي فيديو نازل او نزل على القناه يا ريت ان انت تسمعه كويس عشان هتستفيد. وبس تقريبا كده مفيش حاجه ممكن نتكلم عنها تاني. فطبعا استنوني فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقولكم دايما فكروها صح.